من اجل الكهرباء ممنوع الزباله. وما اكثر الزباله. ما سمعوش كلام. هنا بقى السؤال بيطرح نفسه، يعني هو واقف في البارك واقف تمام ومية مية وكل حاجه. في الباركينج ده صح؟ طبعا طبعا. بس متكلبش برضه. مشهور. طب وازاي متكلبش؟ متكلبش حاجه غريبه جدا. ولا هو العربيه ماشي بيها كده بقى مش لا مستحيل طبعا. بهزر طبعا. اكيد طبعا اكيد. كنت انا هقوم امشي انا واحمد دلوقتي. هي مدرستي جميله نظيفه منتجه متطوره ومنضبطه. دي بنشوفها كتير على مدارس كتير في كل حته. بس هو الذنب بيني وبينك مش في المدرسه، في الناس. هو في اللي قدام المدرسه. ده ايه؟ ده كابينه اتصالات. ده ساحر اكيد. ده علشان يوصل للخط اللي هيصلحه. دي مصيبه كارثه تقريبا. مركز شباب الحاجه سميحه. طبعا الاسماء الغريبه. طب ابو حميد، انت حد علق قبل كده عليك وانت بتصور حاجه من الحاجات دي؟ ما حدش قال لك انت بتعمل ايه؟ انت بتصور كتير. ليه؟ انا عندي في الجروب دلوقتي 1305 صوره. عدد مهول من الصور. جالي الحلو وجالي الوحش في الكومنتات. في ناس مؤيده شايفه ان فعلا ما فيش دوله في الدنيا ابتدت الا لما عرضت سلبياتها، وان بالعكس انا شايف ان احنا لما بنضحك من قلبنا على حاجه احنا شايفينها. وبعدين انا ما بجيبش حاجه بكذب يعني او كده، انا بجيب واقع موجود فعلا بنشوفه كل يوم. في ناس معارضه شايفه ان احنا كده بمعنى اصح بننشر غسالنا نوسخ زي ما حضرتك قلت. شايفه ان ده شيء مش كويس عشان الناس بتبص لينا بصات مش كويسه، بتقول علينا ان احنا شعب مهمل. بالذات بيخافوا قوي من نظره العرب. بس انا عايز اقول ان حضرتك لو عملت سيرش في الفيسبوك هتلاقي لكل بلد في جروب مختص بالحاجات الغريبه بتاعتها، بالسلبيات والحاجات الغريبه. وغير كده كمان احنا عملنا علشان نثبت للناس ان مش احنا بس اللي بالطريقه دي. في عملنا ايفنت. معلش احنا هنقطع جديد. لا هو المفروض الصوره تطلع لفوق شويه. تطلع لفوق. مكتوب السلحفاه ومحطوط فراخ. ده في حديقه الحيوان. ده مكتوب ايه؟ مكتوب بيت السلحفاه. واللي بيربوا فراخ. في حديقه الحيوان. ده في حديقه الحيوان. ده في جنينه الحيوانات. يعني طفل يقرا السلحفاه ويشوف حاجه نادره. متأكد ده مش في الجمعيه؟ ممنوع. في ناس بتنزل كتير من غير ما يبقى. حقيقي؟ مش عارف. المشكله دي. هنا الراجل ده صارم، ممنوع وقوف اي سياره والا ستخرم بالمسمار. والا ستخرم بالمسمار. ده تهديد واضح وصريح. هو زهق بقى. ده انا عايز اقول لك ان جالي هجوم قوي على الصوره دي، جالي هجوم كبير جدا على الصوره دي. هجوم؟ ليه بقى؟ ليه طيب؟ حرام عليك، وانت عشان ربنا كرمك ومعاك عربيه مثلا، او انت عايش حياه كريمه، الراجل ده يمكن مش عارف يوصل ولاده، مش عارف يعمل، مش هيلحق يوصلهم في حته. فهي السؤال ان لو طفل من دول وقع بالظبط مات، هو انت مش بتتريق عليه عشان راكب فيسبا، هيتدمر. انت بتقول ان الراجل ده حياته وهو وعيلته في يعني خطر. البنت اللي راكبه في الاخر خالص. ده احنا واحد زميلنا كان جاي الصبح اتسحبت عربيته عشان موقف زي ده. يعني ممكن لو اي حد كمان كسر عليه او مش غلطته هو، البنت اللي ورا دي هتتبهدل يعني. كله هيموت، يعني كله هيموت. يمكن هو الوحيد اللي وضع امان شويه بالنسبه له. ايوه صح. مطلوب للعمل مؤهل عالي دبلوم حديث من الذكور. علشان تلاقي شغل بقى محتاج انك تبقى من سكان الهرم. تبقى متفرغ كامل من كل المستندات، يبقى عندك قوه وطول، يبقى في الاجر. ده بيشتغل ايه بقى؟ الوظيفه ايه؟ بلطجي؟ وتبقى اطول من 170 سم. اقل من كده بنشوف حته ثانيه. هنا الصوره دي مش باينه قوي، بس هو بيقول لك ممنوع مسح الحبر من على الحائط والا ستتعرض للمساءله القانونيه. دي ممكن يعني نستنتج انها قريبه من مركز فيش وتشبيه. مش عارف. انا يعني مش عارف. طب دي سياره اسعاف وده مريض. يا نهار ابيض، ده مش معقول. حقيقي ده مش مصيف. مش مصيف. لا ده ما فيش عشان هوا ربنا كمان احسن من الاكسجين. دي بقى لا هو انا اتعودت على، انا كنت بنط زمان ما انكرش يعني. مش البنات. مش البنات بصراحه. وفي بنتي واخده كرسي معاها من فوق اللي هم كانوا بينطوا بيه يعني. ايوه ما هو بينضفوا وراهم. بالظبط، بينضفوا وراهم، بياخدوا اداه الجريمه. حاجه مؤسفه. طبعا ده سلم. السلم قافل على السلم، يعني حضرتك لو طلعتي هتخبطي بدماغك في السلم اللي فوق، هتقعي على الارض ميته على طول. دي مأساة. الزحمه. الواضي العادي بتاعنا ده اكيد كوبري اكتوبر. ده طبعا راكن في نص الشارع، مش همه اي حد في الدنيا خالص. لا هو ده هتلاقيه راكن بالليل في صف في نفس المكان، والناس كلها راحت الشغل الصبح وهو بيشتغل شيفت بالليل بس. الناس بقت شايفه الحاجات دي بقى عاديه. صح بالظبط صح. ده الامتحانات بتاعتنا. ده امتحان بقى. ده امتحان. في 2 ورا اللي حضرتك شايفهم. تلاحظ ان هم بيشربوا سجاير ورا. وطبعا كميه الورق دي اكيد ناس بتحل لناس ثانيه يعني.
طبعا. الكاميرا في ظهر في ظهر الشاشه او اعلان او بلازما او تمويه. هي كل واحد ماشي في اتجاه، يمين شمال فوق تحت، يا رب نوصل بس. العند، عارف انت ظاهره العند قدام بعض. انا نفسي ده لما يقع دلوقتي يبقى نفسي وضعه اعرف ايه؟ يتعلق ازاي كده. لا فعلا. طب ما ممكن ده يبقى تدريب تدريب للقفز بالزنا. شوف الجمال، المسله. شوف الجمال. لا امن صناعي بقى ولا اي حاجه في الدنيا، احنا شعب لينا طريقتنا الخاصه. حقيقي. يا هو اصلا ده نبع الثقافه ده. بالظبط. ده المهندس اللي عمل السلم ده ما فكرش يطلع الدور اللي فوقيه ازاي. طب احمد، عايزين برضو نرجع. انت ابتديت، كنت بسالك قبل ما نطلع هوا، ابتديت باصحابك بس. تمام. على الجروب. تمام. يعني انت دعيت صحابك يخشوا جروب، كان كام شخص تقريبا؟ يعني في البدايه كان اصدقائي على الفيسبوك 20 واحد تقريبا. ووصلت لكام دلوقتي؟ 62000. في قد ايه؟ 6 شهور. في 6 شهور. 62000 في 6 شهور. عايز اعرف برضو، هل الناس اللي موجودين عندك على الجروب مثلا هم كمان بيجيبوا صور، بيساعدوا بطريقه؟ بيجي لي يوميا حوالي 300 400 ايميل. جوه كل ايميل بلاقي اوقات من صوره او 2 لغايه 10 20 صوره. انا الموضوع بالنسبه لي بيبقى مرهق جدا. انك تختار الصور وكده، وبالذات لان في ناس ما بتشوفش الصور القديمه، فبتبعت، بيفرح بفكره الجروب فبيبعت اي صور ممكن الصور دي موجوده الصور دي او متصوره بطريقه تانية بس نفس الفكره. فبتعب عقبال ما بفرز الصور يعني اللي تتحط في الجروب. غير كده انا جالي من اول ما ابتدى الجروب بالظبط جالي 42000 ايميل. 42000 ايميل بالظبط بصور. غير ان في ناس دخلت اصلا الفيسبوك عشان تخش على جروبي، يعني ناس عرفت الفيسبوك وعملت اكونتات على الفيسبوك عشان تعرف جروبي، عشان تخش على الجروب بتاعك، سمعت عليه وعايزه تخش تشوفه يعني. طبعا دي اخر صوره هتبقى معانا النهارده في الفقره. ده هو عامل سخان. هو مش عامل سخان، هو عامل ممر للميه، يعني عامل حاجه بتزحلق. مستغل ان ده كاتل فالميه تنزل سخنه. هو عامل الازازه البلاستيك يعني دي الحنفيه بتنزل ميه اوريدي. ميه عاديه، لو انت عايزه ميه سخنه بقى هو مستغل الازازه البلاستيك تدلق جوه الكاتل فالميه تنزل سخنه. بس ما تلحقش تسخن يعني. طبعا هو ده دليل على على حضور الذهن والبديهه، بس دي حاجه ممكن تموت. بالظبط. ربنا يكون في عونك. انا لو منك كان الواحد انتحر من زمان. عايزين نقول برضو اسم الجروب. ميرسي احمد، طبعا للاسف وقتنا خلص، بس عايزين نقول اسم الجروب عشان لو اي حد حابب ان هو يخش على الجروب او يتفرج على الصور. اسم الجروب بالعربي رصد غرائب الشارع المصري. رصد غرائب الشارع المصري. بشكرك يا احمد. ميرسي، نورتنا وشرفتنا. ميرسي يا احمد. مشاهدينا وتحديدا الجنس اللطيف من المشاهدات، خليكم معانا الفقره اللي جايه. هنتكلم عن كتاب لطيف جدا معمول للبنات. عنوان الكتاب عشان السناره تغمز. خليكم معانا.